والكلمة الآن للسيد النائب سي عفيف ليلى. سي عفيف تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الجمع الحضور مع حفظ الألقاب والرتب جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية حقيقة نشكر سيد رئيس المجلس على هذا الموضوع وعلى هذا اليوم البرلماني حول الذاكرة، والشكر موصول كذلك لكل من كان سببا وحضر وحضر لهذا اليوم البرلماني. أعتقد أنه اتفق الجميع على أن الشريط الذي مر أمامنا أو الفيلم الوثائقي الذي مر أمامنا، أعتقد أن الجميع قد سقطت على الأقل منه دمعة، حتى إن لم تسقط مائيا سقطت روحيا أو سقطت اعتقاديا. وأعتقد أن هذا العمل إن شاء الله تعالى، وأتمنى أن يكون سببا في دخولك للجنة إن شاء الله تعالى، لأنك قد فتحت بابا وجرحا غارقا وناس منسيين، ومن خلال هذا العمل تم تذكرهم وتذكرهم الشعب الجزائري، فشكرا موصول. وهكذا يكون العمل الإعلامي الهادف، والشكر موصول لكل المخرجين، وكذلك الشيخ راشدي المخرج القدير، جزاكم الله كل خير، وكل من أبدع في سبيل إزاحة اللماط واللثام عن ذاكرتنا المنسية. وسؤالي هنا، سؤالي وبشدة إلى الأستاذ القدير يحيوي، إلى أين وصل ملف الجماجم الذي بدأناه ذات يوم واقشعر بدننا عندما دخلت تلكم الجماجم إلى الجزائر واستبشرنا خيرا؟ الآن إلى أين وصلت؟ وبخصوص الذاكرة، أنا اليوم الحقيقة يحتذيني ألم شديد جدا ومتعلق بالذاكرة وما حدث ويحدث في رقان من خلال القنابل النووية. الحقيقة أنا بالنسبة ناقم أشد النقم على فرنسا وأذنابها وتوابعها، ذلكم إلى اليوم أبناؤنا وإخواننا وأهلنا في رقان وما جاورها. عليكم أن تسألوا اليوم وزارة الصحة بكم المعدل الذي زادت به معدلات الإصابة بالسرطان. هذا من يتحمل المسؤولية نتاعو؟ الناس اللي أصيبوا ويصابون وسيصابون فقط مرض واحد، السرطان وأمراض العيون، إلى أين وصل؟ وما الذي سيحدث مستقبلا؟ ما الذي فعلته فرنسا؟ نحن كنا نريد من فرنسا أن تعترف بجرائمها وتعوض على الخسائر الحالية والمستقبلية. لو أعطتنا مال الدنيا ما تعوض، ولكن أعتقد على السلطات الجزائرية أن تضغط ضغطا من أجل أن تهتم على الأقل. احنا مناش اليوم مساكين ولادنا حتى نتوع السرطان، للأسف حتى في الجزائر أن نتوسطوا كنواب من أجل أن باش ندبروا بلاصة المريض بالسرطان وما نلقاوهاش. فهذا أعتقد كان من بين أسباب الجرائم الفرنسية التي لا يجب أن نسكت عنها ولا يجب أن نغفل عنها وما يجبش نسكروا عينينا. وأعتقد أنه لازم نزيدوا نطالبوا فرنسا باش لازم تهتم بهذا الموضوع وتقدم في هذا المجال. معذرة، شكرا جزيلا سيد رئيس مرة أخرى، ولكل الحاضرين، والسلام عليكم. شكرا.